يا رب يجعل يومكم مليان خير وسعادة. معاكم هناء من مطبخي لبيوتكم. هنعمل وصفة سهلة ولذيذة وتفتح النفس وتفرح القلب. طبعا المحشي الجميل في الجو دوت الساقعة محدش بيختلف عن المحشي خالص. هنعمل بقى محشي بتنجان وكوسة وبصل بطريقة سهلة وحلوة، وكمان طماطم. يعني هنقور طبعا البتنجان. المقورة دي حلوة قوي. استعملوها مش بتخرم الكوسة ولا البتنجان، وحلوة وسريعة. وهنعمل كده ان شاء الله بطريقة سهلة وتعجبكم. هنقور بقى كل الكمية اللي معانا كده، بس انا هعمل كام واحدة كده تشوفوها، وبعد كده هنقول هنعمل ايه. هنا بصوا انا مسرعة بس الكاميرا علشان تشوفوا ايه، عشان الكمية كبيرة. طبعا الطماطم لازم تنقوها جامدة، ما تبقاش طرية وكده، على اساس ان هي ما تستويش قوي، يعني تتهرى في لما نيجي نسويها، وتشيلوا القلب بتاعها وكده. هو معانا بقى كمية الرز اللي احنا هنعملها حسب الكمية المحشي اللي احنا جايبينها. ماشي، انا عاملة 4 كوبايات، وهنحط عليها كمية خضرة، بقدونس وشبت وكزبرة وملح وفلفل وكمون، وتحطوا بقى كل البهارات، ملح وفلفل وكمون، وممكن تحطوا سنة او حبة شطة وحبة بابريكا، وتحطوا بقى كده زي ربع كوباية زيت. وكمية الطماطم بقى تحطوا زي نص كيلو طماطم مضروبة في الخلاط، وتقلبوا بقى كل الخلطة دهيت مع بعض، وتحشوا بقى الكوسة كده، بس تسيبوا زي عقلة صباع كده هوت، مش ما تحشوهاش، يعني ما تحشوش الكوسة للآخر. على أساس ان هو الرز لما بيستوي بيطلع فوق كده هوت شوية، يعني بيمتد كده هوت. الكوسة ما تفرقعش لو مليناها كله للآخر. طبعا كلكم عارفين ان احنا لازم ما نملاش لا الكوسة ولا البتنجان للآخر. تمام. ولما تيجوا تزقوا كده بصباعكم ما تزنقوهاش قوي برضو، على اساس ما تبقاش حبايه الكوسه او البتنجان مليانه يفرقع. لازم تاخدوا بالكم من الحاجات البسيطه دهية. هنحشي بقى كل الكمية اللي عندنا هنا. انا بوريلكم اهوت مرة واتنين عشان تشوفوا. وبعد كده انا بحب اسوي في الصينية. طبعا البصلة بنسلقه عادي، بنقشر البصلة ونقطعها من النص كده زي ما انتوا شايفين البصلة، ونفرغها كده بايديكم. لما بتتسلق بتبقى سهل ان انتوا تفرغوا البصلاية. بصوا بنحشيها كده زي الصبع المحشي اللي هو الكرنب. بصوا وتلفوها كده حوالين بعضيها، ما تخافوش مش هتفك. طعمه بقى مسكر وفي منتهى الجمال. لو جربتوه مرة هتعملوه على طول. انا عاملة كده بصلتين معاكم عشان تشوفوا، ولما تلاقوا الحتة كبيرة اقسموها على 2. طريقته سهلة، وفي ناس بتعمل بصل بس طريقته سهلة لان هو طعمه جميل جدا. جربوا حتى في بصلاية وشوفوا رأيكم ايه. والطماطم طبعا. هنا هنعمل بقى التشريبة بتاعت المحشي. حطيت مكعب ماجي، وحطيت سمنة، وحطيت زيت. لازم تحطوا زيت عشان يبقى كده المحشي حلو وبيلمع. وتحطوا بقى مية سخنة، وتحطوا معلقة صلصة ورشة فلفل اسود، ومكعب الماجي طبعا تكونوا ايه مدوبتوه في المية السخنة. وتحطوا بقى المحشي في الصينية وتغطوه كده بقى. بعد ما دخلناه الفرن وحطيته تحت الشواية شوية. ايه رأيكم بقى؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.